انخلي الدقيق 5 مرات وتاخدي احلى خليط لسبونج بيتي ممكن تعمليه. هيطلع معاكي كيكه هشه كده اسفنجيه حلوه قوي، تنفع معاكي التورت والجاتوهات، ونعمل بيها العظمه اللي انت شايفاها دي في صينيه واحده. تنفع بقى كده لو عندك مناسبه حلوه او حابه حتى تدلعي ولادك وتعملي لهم حاجه سريعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي كوبايه ونص من الدقيق وكوبايه الا معلقتين كبار من السكر الحبيبات العادي خالص اللي في كل مطبخ. عندي معلقتين كبار من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. المقادير بالجرامات هسيبها لكم في اول تعليق واثبتها لكم للناس اللي عايزه بالجرام. طيب، اول خطوه هنعملها معانا ان احنا لازم ننخل كل المقادير دي كلها مع بعضها كويس جدا جدا. يعني هتنخله 5 مرات بالتبادل. هنحط نص كمية الدقيق وبعدين ننزل عليها بالنشا والبيكنج باودر وننخل. هنرجع مرة تانية ننقل من البولة للبولة، يعني خلوا جنبكم طبقين او بولتين فاضيين يكونوا ناشفين كويس قوي، انخلوا فيهم خليط الدقيق. بعد ما خلطناه ال5 مرات مع البيكنج باودر مع النشا ودخلنا له كمية هوا حلوة قوي، هنحط له السكر بتاعنا ونخلطه معاه كويس قوي. كده بقى جاهز عندنا الخليط. هننزل عليه ب5 بيضات ونص كوباية من المية ومعلقتين صغيرين من المحسن الجل. هنبدأ نضرب على أعلى سرعة في المضرب الكهرباء. طبعا زي ما انتوا عارفين لو مش عندكم مضرب كهرباء تقدروا تضربوا على ايديكم، ولكن لفترة مطولة شوية، فالأحسن على مضرب الكهرباء هتساعدكم في الوقت. بعد ما بقى بدأ القوام كده اتظبط معانا وبقت زي قوام الكريمة شوية، هننزلها في طاجن مدينه دهنة زيت ورشة من الدقيق، وهتدخل في فرن على حرارة 200 أول 5 دقايق، وبعد كده هننزل الحرارة على 180. هتاخد معاكم بالظبط نص ساعة في الفرن. هتطلع بالجمال والعظمة اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم اللهم بارك حرفيا خطيره. علشان تعملوا كريمه حلوه بقى هنحتاج لنص كوبايه من الكريمه الخام من غير سكر يا جماعه. هننزل عليها بربع كوبايه من كريمه الباتيسير او الكريم الباتيسير، شوفوا بتقولوا عليه ايه. كريمه الباتيسير بتدي طعم حلو قوي وغني كده للكيك بتاعنا. طيب، هننزل عليهم بكوبايه من الميه الساقعه المتلجه ونص كوباية من السكر، وهنبدأ ربع كوباية سوري من السكر، وهنبدأ اننا نخلط بقى كده لحد ما ناخد قوام كريمة مش بتقع من المضرب. الكيكة بتاعتنا بقى بعد ما بردت كده وارتاحت هننزل عليها بكوبايتين من اللبن. هنبدأ نسقيها كده واحدة واحدة لحد ما تبقى عندنا طرية كده وحلوة. انزلوا بقى بخليط الكريمه ووزعوه. ما تنسوش ان انتوا لو مكملين لسه لحد هنا يا حلوين تعملوا لايك وشير للفيديو وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. بدأت ان انا بقى اوزع الكريمه كده بتاعتي وظبطتها، وطبعا بقى لازم 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 بمنديل صغنن كده ونظبط الصينيه بتاعتنا علشان هنقدم فيها فيبقى شكلها شيك خالص. هنبدأ بقى نقسمها ل6 قطع او 4 قطع زي ما تحبوا على حسب المتوفر عندكم للتزيين. بدأت كده ان انا اكسر شوية كور من بديل الرافاييلو اللي هي الرولانة، وزينت بيها جوز وشوية كده من الكريز وشوية من قطع المانجو مقلباهم مع معلقة من العسل وشوية من بسكوت بديل الأوريو المتكسر. عندي هنا معلقة كبيرة من زبدة اللوتس قلبتها مع معلقتين كبار من الزيت، وهبدأ ان انا اغطي بيهم جزء. شوية بقى من صوص الكراميل كده على الوش، وهنبدأ نعمل زي زجزاج كده بخلة الأسنان علشان نديله شكل حلو. اللوتس بقى هنزينه بشوية من البسكوت المتكسر مع البسكوت اللوتس السليم بديل طبعا، وشوية من الأوريو. الكرز هننزله بكام حبة كرز كده سليمة، واللهم بارك تحفة فنية حلوة حلاوة محصلتش. هتدخلوها التلاجة ساعة أو 2 3، مش أقل من ساعة، وبعدين تاكلوا منها اللهم بارك هتبقى معاكم خطيرة. صحة هنا.